السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي طاجين ديال السبانخ بالبيض. السبانخ اول شيء خصنا نغسلوهم مزيان، لان راكم عارفين كتكون فيهم داك الحبيبات ديال الرمله ولا ديال التراب رقيقين. الا ما تغسلوش مزيان كيبقاو كيتغزوا في الفم. انا كنعمر الحوض ديالي بالماء مزيان وكندير السبانخ وكنجلس تنحيد هذوك الجذوره ديالها هما الوالا كما دايره في الطريقه اللي في الفيديو. الغسله الاولى خلاص راه كيخليو بزاف ديال التراب، كيبقاو ما كيبقى ديك الرمله كامله في القاع ديال الحوض. كنغسل الحوض الثاني عاوتاني كنعمرو بالماء وكنصوب، كنولي كنرد ديك السبانخ ديالي من بعد ما حيدت لها الجذور ديالها. كنغسل مزيان كنحيدهم. المهم انا كنهضر على راسي كنبقى كنغسلهم حتى كيبان لي داك الماء نقي، ما كتبقى فيه حتى حاجه ديال ديك الرمله. صافي هنا وصلت لاخر مرحله ديال الغسيل، كنغسلهم ونستفهم باش يجيوني ساهلين في التقطاع. غير هما السبانخ ما خصهمش يبقاو في الماء بزاف، لان لا بقاو في الماء بزاف كي في الطياب كيطلقوا الماء. صافي انا وجدتهم، دابا جا وقت التقطاع. غادي نقطعهم على الطريقه ديال البقوله. المهم كما كتعرفوا السبانخ والفوائد الصحيه ديالهم، الفقر الدم وبزاف ديال الفوائد فيهم. خلاص فاش كنقطع السبانخ ديالي كنولي كنجمعهم كنحيدهم باش ندوزو ليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه كناخذ بصيله كنقشرها كنقي كنقطعها رقيقه. شحال ما رققتيها غادي يكون افضل. طيبت بالزيت البلديه حيت الزيت الروميه كانت ما بقاتليش وعجزت نمشي نجيبها باش نطيب. المهم قريت بالزيت البلديه. انا ضد الطياب بالزيت البلديه. الزيت البلديه كتصوب حتى لاخر لحظه فاش كطفي البوطه عاد يمكن لك ديري زيت البلديه. الزيت البلديه اللي طيبتي بها صحيا راها ما مزياناش. المهم كندير الطاجين ديالي، كندير فيه الزيت، كندير فيه البصله، كندير فيه الملحه. على البصله كنزيد الملحه. صافي كنبقى كنشحر البصيله ديالي. كندير التوابل اللي كندير في السبانخ. كندير الفلفل الاسود، شويه ديال الخرقوم غير باش كيبدل داك اللون. كندير شويه ديال فلفله حاره بالنسبه داك اختياريه، اللي بغاها هي ديك، اللي ما بغاهاش بلاش. المهم بصله كنبقى مقابلها باش ما تحرقليش. هنا كندير صلصه الفلفل، ما كنديرش الصلصه ديال الطماطم، انا كندير صلصه الفلفل. وبالنسبه اللي ما متوفرالوش يدير صلصه الطماطم ماشي مشكل، غير هي ديال الفلفل كتكون لذيذه اكثر من ديال المطيشه، يعني الذوق كيختلف. صافي هنا جا الوقيته ديال السبانخ فاش غادي نديرها في الطاجين. صافي غادي نبقى نديرها في الطاجين ديالي وهي السبانخ راه دغيا كتنزل، ما كتبقاش هكاك دغيا كتنزل. فاش كتبدا طيب في البلاصه كتنزل داكشي كيبان بزاف، ولكن فاش كطيب راه ما كيبقى شي. المهم اللي بغى يديرها شويه بشويه ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا كان الطاجين مازال فيه ما يهز،
درتها في خطره وحده. ها نتوما شفتوا كما قلت لكم، ها هي صافي درتها كامله. جمعتها مع الجناب باش من نسد الطاجين ما تبقاش مشعكه ومشي نتفى مع الجناب خارجه. ها صافي شفتو دغيا نزلات، راه سيغ بلاص كتنزل، راه هاد الطاجين راه ما كيشدش الوقت بزاف. شفتو شحال ديال الماء طلقات، راه ما درت انا حتى شي قطره د الماء في الطياب، ولكن هي لي زيبينار كيطلقوا الماء ديالهم بوحدهم. صافي كنجمعها كنغطي عليها كنخليها تزيد شي شويه. ها هي هنايا الصبانخ ديالي تقريبا وجدات، كي شفتوا راه ما بقى شي فيها. دابا جات المرحله الاخيره، غادي ندير البيض. كديروا حفيره غير بالمعلقه كتحفروا لها حفيره، كديروا البيض بيضه كامله، يعني ما تزلي لا بيضه لا صفر لا حتى شي حاجه. انا درت 4 ديال البيضات على حسب، كما كنقول في كل فيديو، على حسب عدد الاشخاص في الدار، بين جوج ديال الاشخاص. بالمناسبه هاد الوصفه هادي راه اغلبيه كيديروها الناس في الفطور، انا في داك النهار راني كنت درتها في الفطور. صافي البيض ما كنحركو ما حتى شي حاجه، كنخليه هكاك عوينات. انا السبانخ صراحه الله ما كانوش كيعجبوني، ولكن من جربتهم بهاد الطريقه وليت رسمي كنديرهم. السبانخ هكذا بالبيض، طاجين ديال السبانخ بالبيض، اولا السبانخ شوربه، ان شاء الله في فيديو واحد اخر دابا نصوبها لكم. صافي ها هي دابا هنا وجدات. كيبان لكم الطاجين مازال فيه الماء، ولكن راني غادي نطفي عليه، ما غادي يجي يتسالى داك الطبيخ ديالو، غادي يكون داك الماء كله تشرب. وهذا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، وفعلا جا لذيذ. والى فيديو قادم ان شاء الله.